سيداتي أنساتي سادتي، أهلا بكم معنا فيلم جديد النهاردة، وهو فيلم الدراما لا لونا اللي تم إصداره سنة 1979 من إخراج العبقري برناردو بيرتولوتشي، وده علشان لو حابب تدور على الفيلم. وطبعا قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. الولد الصغير ده كان اسمه جو، كان في الأول بيتكلم مع أبوه بعد ما خلص فطار. أمه كانت شغالة مغنية أوبرا وكانت إيطالية، وإيطاليا تاريخها كان مليان مغنيين وحاجات من دي، ولو إن بافاروتي لوحده كفاية، وأبوه كان رايح معاها وكانوا هيسيبوه جوه لوحده، وما كانش عايز كده فقعد يتحايل عليهم علشان يروح معاه، لكن مفيش فايدة. علاقته بأبوه كانت حلوة، وبعد شوية أبوه خد بعضه ونزل علشان يطلع العربية، لكن بالله وهو كان بيتفرج من البلكونة إن العربية بتقف مرة واحدة في نص الطريق، فهو وأمه بينزلوا علشان يشوفوا في إيه، وللأسف بيطلع إن أبوه مات بسبب سكتة قلبية في الغالب. وبنط بعد كده للجنازة هنعديها، وكل المهم اللي فيها إنهم اتنين كانوا زعلانين. كانت أمه واللي اسمها كاترينا وهندلعها بكات قطة يعني، كانت حزينة جدا عليه وما كانتش عايزة تقعد في أمريكا دقيقة زيادة، وكانت ناوية إنها ترجع إيطاليا على طول بعد الجنازة من غير ما حتى تعدي على البيت. طبعا جو رفض علشان صحابه هنا كلهم وكل حاجة بيحبها هنا، لكنه بيتسوح معاها وبيروح على إيطاليا. بنشوفه في المشهد اللي بعد كده هو بيسيب زمايله الإيطاليين واللي ما كانش طايقهم وبيمشي، وواحدة منهم بتمشي وراه علشان كانت معجبة بيه. المهم إنها بتمشي وراه وخلاص، وبياخدها على السينما وبيجيب تذكرتين وبيقعدوا يتفرجوا على فيلم مارلين مونرو. طبعا كانوا بيتفرجوا وانتهى بيهم الأمر في السينما طول اليوم، وكانوا بيعملوا حاجات مش تمام للكبار فقط في السينما، وطبعا كانوا مستخبيين تحت الستارة فمحدش كان شايف، وهما الاتنين كانت أول مرة يعملوها وكانوا مبسوطين وعايزين اللحظة دي تدوم. وبعدها بيقوم يمشي علشان كان عايز يحضر حفلة افتتاحهم. أنا بحب الأوبرا جدا، لكن أحيانا ما بفهمش الأصوات المسسعة اللي بتكسر في الإزاز دي. جو بيروح يحضر الحفلة وأمه بتخلص وكلهم بيقوموا يسقفوا، وبعد ما بتخلص بتقابل المعجبين والصحفيين وكل حاجة تمام، وفي الآخر المساعدة بتاعتهم بتسألها عملت إيه في عيد ميلاد جو؟ قالت لها أحي، هو إمتى؟ قالت لها بكرة يا ميلة، في حد ينسى عيد ميلاد ابنه؟ المهم المساعدة بتاعتها بتعمل حفلة على السريع وكان اسمها ماريانا. المهم إنه ما كانش طايق الحفلة وأمه كانت مبسوطة على الآخر، وكان باين من علاقتهم إنها مش حلوة أوي زي علاقته بأبوه، فكانت مطنشاه أغلب الوقت وما كانتش عارفة هو بيقول إيه. فآخر ما بيزهق بياخد ماريانا وبيطلع على حتة متدارية كده. بعد شوية التورتة بتيجي ولازم يطفي الشموع، لكن أمه مش لاقياه فبتدور عليه وبتلاقيه من بعيد مع ماريانا، وطبعا من المكان اللي هي واقفة فيه بتفكر إنهم بيشبكوا لبعض، لكن لما قربت وهي بتضحك ومبسوطة على الآخر للأسف بتلاقي إن ابنها مش بيشبك ولا حاجة. الواد بيضرب، الواد اللي ما كملش 15 سنة ولا 16 قاعد بيضرب، وطبعا كانت ليلى، واللي بتشوفها جاية هي ماريانا وبتقول له أمك هنا، وبتسحب نفسها بالراحة وبتمشي وهي بتصفر لحن لذيذ. طبعا بتاخده على طول وبيطلعوا من المكان وبيجروا على البيت وبيتشكلوا وبيتصالحوا وبيتشكلوا وبيتصالحوا مرة كمان، وأخيرا بيتشكلوا لكن ما بيتصالحوش، فبياخد بعضه على اوضته وبيدخل وبيقفل على نفسه. بعد شويه بيقوم وبياخد بعضه وبيتسحب بره البيت، وبيلاقي سجاره مولعه على الارض لسه فيها شويه، فبياخدها علشان يضرب النفسين اللي فيهم، وواحد على الناحيه التانيه من الشارع بيشوفه فبينادى عليه وبيعزمه على منكر، لكن بيطلب ايس كريم وبيقعدوا يتكلموا شويه. بعد فتره بتاخد بالها انه مش موجود في البيت، فبتدور عليه في كل حته، وبترجع على اخر الليل بتلاقيه في البيت وكان تعبان وعرقان وتحس انه ضرب جرعه زياده، وبيقول لها تساعده في انه يخش السرير، وبعد كده بيقوم علشان يخش حمام لكن بيغمى عليه مرة واحدة. فأمه بتكلم الدكتور على طول، بيجي وبيكون نايم وبيكشف عليه وبيقول لها إنه هيصحى خلال 24 ساعة، وبياخد بعضه وبيمشي. تاني يوم كان جو لسه نايم، أمه بتحاول تهدي نفسها بإنها تلعب يوجا عادية المرة دي علشان دماغها ما تروحش بعيد، لحد ما المساعدة بتاعتها بتيجي واللي كانت صاحبتها، فبتشدها علشان تساعدها في التمرين وبتخش بعدها تستحمى، وبرضه كانت معاها في الحمام، وفي الغالب ده عادي عندهم. المهم إنها بتقول لها إنها مش عايزة تغني تاني وبتقعد تعيط جامد، وصاحبتها بتحاول تهديها بقدر الإمكان. بعد ما تهدى بتقعد جنب ابنها، وصاحبتها بتمشي وبتقعد تفكر، وبيجي لها فكرة وبتقرر إنها تنفذها وبتروح تقابل الديلر شخصيا، واللي هنعرف إنه صاحب جو كمان. المهم لما بتقابله بيقول لها إنه اسمه مصطفى. إيه ده مصطفى؟ الاسم الغريب ده. المهم إنها بتقعد تتكلم معاه ويقول لها إنه جو مختلف عن الناس التانية وبيجي هنا كتير حتى لو مش هيشتري، وبيقول لها إنه وحيد وإنتي مش معاه كتير. المهم إنها بتعرض عليه تديله فلوس في مقابل إنه ما يبيعش لجو أي حاجة، فبيقول لها خلي فلوسك في جيبك علشان أنا كده كده ماشي من البلد دي، وبيقول لها إنه جمع فلوس علشان يجيب تذكرة وبيرجع لبلده. وبنشوفه بعد ما كانت بتمشي قاعد بيسمع أم كلثوم. كانت بترجع البيت بتلاقي ابنها صاحي وقاعد بيطبخ في المطبخ وبيحضر العشاء واللي كان زبالة، ولما بيخلصوا بيقول لها هو ليه بيضرب، وبيقول لها على الحاجات اللي بيعملها فيه وكلنا عارفينها، وطبعا ما كانش خد الجرعة بتاعته، فبدأ يتوتر، وساعتها ما لقيتش حل غير انها تطلع البضاعة اللي جابتها من مصطفى، وبيخليها تمسك المعلقة على ما بيجيب إبرة، لكن ما بيلاقيش أي إبر وبيبدأ يتعصب.
ساعتها بتاخد بالها من اللي عملته وبتقعد تتشحتف جنبه. وفي الآخر بتعمل حاجة غريبة شوية ما ينفعش أم تعملها لابنها خالص، لكن ده علشان تصرف نظره عن الضرب، بس تقريبا نجحت في الموضوع. ولما بيصحى بيلاقي أمه مش موجودة، وكانت مشوار عند الأستاذ اللي علمها الغنى، وقعدت تتكلم معاه ومش عارف طلعت مبسوطة ليه. يمكن علشان خلاها تلاقي صوتها تاني لأنها ما كانتش عارفة تغني. وبتطلع فرحانة وبتلاقي جو في وشها، وبتاخده على القرية اللي كانوا عايشين فيها زمان. بنعرف إن الجدع اللي مات ده ما كانش أبو جو الحقيقي، وإن المشهد اللي ما كانش له لازمة في الأول كان في إيطاليا مع أبوه الحقيقي. وهو في الطريق عجل العربية بيبوظ فبتنزل، ولما بتخلصوا جو بياخد العربية وبيمشي لوحده، وبتقابل واحد في الطريق وبياخدها معاه. وبتلاقي جو راكن في مطعم فبتخش عليه وبتاخده على أوضة خلفية في المطعم، وبيعملوا حاجات غريبة كانت هتنتهي بحاجات للكبار فقط، لكن في النهاية بيقفوا وبيخش يضرب له سرنجة. بتقوله إنها أسفة وكانت فاكرة إنه لما يعرف المكان اللي كانوا عايشين فيه زمان هيعقل شوية، لكن ما حصلش. وبعدها خدته على المكان اللي أبوه الحقيقي شغال فيه، كان مدرس رسم في الغالب. بعد ما بيخلص طبعا أبوه مش عارفه، فجو بيمشي وراه لحد ما بيوصل للبيت اللي كان موجود في المشهد الأول. بيخش وبيكلمه وبيقوله تعرف ابنك فين؟ فهو بيسأله ابني فين؟ بيقوله إنه مات في الشارع من جرعة زيادة، وبياخد بعضه وبيمشي. بيروح على حفلة أمه لأنها رجعت تغني تاني، وبيقولها على اللي حصل، وبيتصالحوا. أمه بتطلع علشان تغني، وبنلاقي أبوه الحقيقي جاي ورا، وبيسأل كات على ابنه اللي مات، وبيقولها الكلام ده صح ولا لأ، لكن بتقوله ابنك أهو. فبينزلوا وبيضربوا قلمين، وبيقعدوا هما الاتنين يتفرجوا على كات وهي بتغني.